السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي عاشقي اللغة العربية. الحلقة الجديدة من حلقات رجبيات، والنهاردة هنتابع كلامنا عن إعراب الجملة الاسمية. كنا اتفقنا مع بعض إن الجملة اسمية بدايتها مبتدأ، تمام، وهنكمل مع بعض بقى النهاردة أنواع الخبر. المبتدأ قلنا هو البداية بتاعتك وبتمشي ورا الجملة لحد ما تلاقي خبرك، وقلنا يا جماعة مش لازم المبتدأ وراه خبر على طول، بدليل لو قلنا مثلا جملة أسماء رسالة نقدمها للعالم كله، أطفال مبدعون، وهنا خلصت الجملة ووقفت. أسمى رسالة نقدمها للعالم كله أطفال مبدعون. فين المبتدأ؟ أسمى. جميل. ايه هي اسمى رسالة اللي بنقدمها للعالم؟ لو انت مشيت ورا الجملة هتلاقي كلمة رسالة، كلمة نقدمها. طب مين هي الكلمة اول الجملة اللي هي قفلت المعنى، اللي هي اخبرتني عن اسمى رسالة؟ هتلاقي اسمى رسالة نقدمها للعالم كله ايه هي؟ اطفال. هو ده الخبر بتاعك. طب ازاي مستر هو ده الخبر؟ لان البداية مبتدأ، يبقى لازم الخبر متمم المعنى، واحنا متفقين ان الخبر كام نوع؟ 3 مع بعضنا تاني. قد يكون خبر مفرد زي ما اتفقنا، او خبر جملة، او خبر شبه جملة، تمام. والنهارده كلامنا كله عن انواع الخبر، وقلنا الحصه اللي فاتت ان الخبر شبه الجمله، قلنا يعني ايه شبه جمله ويعني ايه خبر مفرد، والنهارده تركيزنا على الخبر الجمله. بس قبل ما نبدا لازم الطالب الصغير يوصل للخبر فين الاول، ما يقعدش يفكر كتير، هو بيفكر في حاجه واحده، الخبر متمم المعنى. وصل للخبر بيمسك الخبر بقى ويبدا يسال نوعه ايه. زي دلوقتي اسمى رساله نقدمها للعالم كله اطفال. يبقى الصعوبه مش في معرفه نوع الخبر، الصعوبه انك تحدد انت كطالب وجمله قدامك فين الخبر. لقيت الخبر اطفال، يبقى ده خبر مفرد لانه ليس بجمله ولا شبه جمله، وعليه الضمتين بتوعه، ماشي. امال كلمه رساله دي نقلبوها ايه يا مستر؟ طب ما هي اسماء بتاع رساله مضاف اليه، تمام، لان مش رساله اللي اخبرتني عن اسماء رساله لسه ما خلصت المعنى. الرساله دي ايه وصفها؟ ايه؟ نقدمها للعالم كله. طب دي جمله ايه؟ الجمله دي وصف لكلمه رساله. انا عارف الكلام ده كبير على طالب ابتدائي الصغير، لكن انا عايزه يفهم المعنى بس، مش لازم الناحيه الاعرابيه القويه. الجمله دي اسمها جمله نعت للنكره، هناخدوها في ثانويه عامه ان شاء الله. طيب بس الخبر طلع ما طلعش؟ طلع. مفيش حاجه اسمها الخبر مش موجود، لازم الخبر يطلع ويتحدد. 2، هل الجمله الاسميه اولها ايه؟ مبتدا، تمام. ينفع الجمله تبدا بخبر؟ دي تاني نقطه مهمه جدا بقى. احنا اتفقنا الجمله كام نوع؟ نوعين، يا جمله اسميه يا جمله فعليه. طب انا دخلت على جمله دلوقتي ولتكن قلت لك ايه؟ للعلم منافع. للعلم ايه؟ منافع. الجمله هنا بدات بدايه غريبه شويه، للعلم. احنا متفقين ان الخبر 3 انواع، مفرد وجمله وشبه جمله، ده الاساس عندي لازم احطه قدام. هنا للعلم منافع، الجمله جمله ايه؟ اسميه، لان مفيش افعال، مش بادئه بفعل. بس الجمله ديت غريبه شويه، بادئه بللعلم، جار ومجرور. الله اكبر. يعني الجمله ما بقتش مبتدأ اهي، بدات بجار وايه؟ ومجرور. طب امسك بقى وخلي بالك، اذا بدات الجمله بشبه جمله يبقى انا بدايتي ما كانتش جمله عاديه، بدات بجار وايه؟ ومجرور. خلي بالك وانت بتقرا، اعرف حاجه مهمه، ان الجار والمجرور ده في محل رفع خبر مقدم. وهنا بقى هتبدا انت كطالب ترص معنى الجمله. للعلم منافع، منافع دي بقى مبتدا مؤخر مرفوع عادي. ازاي بقى الجمله تشقلب حالها؟ ازاي؟ اذا بدات الجمله بجر ومجرور او شبه جمله ظرف، اعرف ان الجر والمجرور والظرف في بدايته كده اهو خبر مقدم،
وتمشي وراه ونعكسه بقى الكلام لحد ما تلاقي المبتدا المؤخر. طب يا مستر انا عايز اتاكد من الكلام ده، منافع للعلم. طب ما قلتش ليه منافع علم؟ لما نكبر ونخش ثانويه عامه بيبقى في احكام نحويه للتقديم والتاخير، لكن انت كطالب صغير دلوقتي بتبدا تتعلم. اذا بدات الجمله عندك بجار ومجرور او ظرف، اعرف البدايه بتاعتك خبر مقدم. خبر ايه؟ مقدم، وبعديها المبتدا المؤخر اللي ينفع يطلع قدام ويرجع الجمله لاصلها تاني. النقطه الثالثه انا هتكلم عنها ودي مهمه جدا. 3، الجمله عندك بدات بمبتدا عادي، تمام. ايه كمان؟ فين الخبر؟ لقينا خبر بس الخبر شكله اتغير شويه. مثال، لو قلت لك العلم فوائده كثيره، تمام. الجمله بدأ باسم يبقى الجمله اسميه. ايه كمان؟ الاسم في الاول اعرابه مبتدا، جميل، ده مبتدا مرفوع زي ما اتفقنا بعلامه رفعك الضمه وتنطق الضمه. العلم، اسال نفسك بقى العلم هنا خبره ايه؟ فوائده. لا، ايه العلم فوائده تنفع جمله؟ العلم كثيره؟ لا طبعا. امال ايه؟ عايز اسمع. فوائده كثيره. ايه ده؟ يعني الخبر التركيبه دي كلها التركيبه دي لان العلم خبره ان فوائده كثير. ما نقدرش نستغنى عن كلمه من الكلمتين، لازم الكلمتين دول هم يبقوا الخبر. طب والحل ايه بقى؟ ده هنعمل فيهم ايه؟ اول حاجه الكلمه دي جزء من العلم، انا اخدت من العلم فوائد دي، واحد فيها ضمير هاء. بص بقى كويس وركز، فيها ضمير ايه؟ هاء. ضمير اهو، الضمير ده يعود على العلم، ده لازم الشكل ده يبقى قدامك. فوائده هنا هتقلبها لي مبتدا تاني، وكثيرة خبر للمبتدا التاني. طب وكل ده على بعضه خبر جملة اسمية للمبتدا الأول. مش فاهم؟ تعال نعيد كمان مرة. لو قلت لطالب، قلت له الصوم منافعه هامة، والمدرسة جدرانها عالية. خد بالك بقى من الضمير بقى. الأم أهدافها عظيمة. خلي بالك يا ولا خلي بالك. الجمل جمل اسمية، تمام، بادئة بمبتدأ، ده اتفقنا عليه. بص بقى الخبر وافهم المعنى. الصوم خبره ايه يا مستر؟ منافعه هامة. المدرسة جدرانها عالية. الأم أهدافها عظيمة. المعلمون أخلاقهم ذكية طيبة. بص معايا هتلاقي كل الجمل بتاعتك بادئة بمبتدأ وكلمة فيها ضمير. الكلمة اللي فيها الهاء دي عايدة على الأولانية، عايدة على الجزء الأولاني. هتاخد أنت الكلمة اللي فيها تلقائية ما تفكرش، هتقول عليها مبتدأ تاني، وعظيمة خبر للمبتدأ التاني، ونقعد نعيد ونزيد فيها. والكلمتين دول بيكونوا جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. ودي صورة الخبر الجملة الاسمية البسيط اللي على طالب ابتدائي واعدادي. غير طالب ثانويه عامه الاشكال هتختلف معاه سنه لانه اكثر ادراكا لمعاني النحو، انما احنا لسه صغيرين بنبداه واحده واحده. اتفقنا خلاص ان الخبر شكله لما يكون جمله اسميه بالمنظر ده، ضمير، اسم به ضمير يعود على المبتدا وبعديه خبر. ايه تاني الشكل اللي المفروض نتكلم عنه النهارده؟ خبر جمله فعليه. خبر جمله فعليه. في سؤال غريب واجهني النهارده كده، لما واحد يقول المعلمون يخلصون في عملهم. المعلم مبتدأ، ركز بقى في الحته الاعرابيه دي عشان تعرف الفرق بين الواوات. مبتدأ ماله؟ مرفوع بالواو، علامة فرعية، دي علامة الرفع في الأسماء. ركز بقى. المعلمون خبرهم ايه؟ يخلصون في عملهم. طب يخلصون دي يا مستر دي مش اسم،
امال دي ايه يا حبيبي؟ دي فعل مضارع. لما اجي ابص على الفعل المضارع ابدا اعرف بقى كانه فعل مضارع عادي جدا، فاقول يخلصون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. ايه يا مستر الكلام الغريب ده؟ ما دي المعلمون ودي يخلصون، دي واو ونون ودي واو ونون. لا، الواو دي اسمها واو الجمع بتاعت جمع المذكر السالم اللي ممكن نقلبها معلمين. طب يخلصون دي يا مستر؟ لا، دي واو الجماعة بتتصل بالفعل. ففي فرق رهيب قوي بين واو الجمع في الاسم وواو الجماعة في الفعل. الفعل يتصل به ضمائر، اما الاسم فيلحق به علامات الجمع مش ضمائر، دي حرف، انما ده ضمير يعرف في محل رفع فاعل. يبقى واو الجماعة دي وواو الجماعة في محل رفع فاعل، ضمير في محل رفع فاعل. تمام. يبقى انت هنا طلعت مبتدا وطلعت فعل وكملت جمله فعليه فعل وفاعل وفي حرف جر وعملهم اسم مجرور، كلام زي الفل. طب فين الخبر؟ ما انا لازم اوصل لخبري. يبقى لكل مبتدا خبر. واحد يقول لي الخبر اليه، يا سلام، الخبر فيه، يا راجل يا حبيبي المعلمون خبرهم تركيبه. الخبر قد يكون تركيبه كبيره اسمها الجمله الاسميه والجمله الفعليه، فاقول يخلصون في عملهم، والجمله الفعليه في محل رفع خبر. نرجع تاني ونقول لكل مبتدأ خبر. ايه كمان؟ قد يكون الخبر في الاول اذا كان جر ومجرور في اول جملتك. ايه كمان؟ الخبر قد يكون تركيبه كبيره اللي هي الجمله الاسميه والجمله الفعليه. في خبر الجمله الاسميه ضمير يعود على المبتدأ. طب وفي خبر الجمله الفعليه برضه ضمير يعود على المبتدأ، لان الواو هنا عايده على مين؟ على المعلمون. احنا ده بقى لما بنكبر بنسميه الضمير الرابط الذي ربط بين المبتدأ وخبره الجمله. وخبره ايه؟ الجمله. ويا ريت نكون استفدنا وتعلمنا النهارده ازاي نطلع خبر جمله اسميه وخبر جمله فعليه، ويعني ايه انواع الخبر، وامتى الخبر بيتقدم على المبتدأ. واشوفكم على خير في الحلقه الجايه مع استاذكم محمد رجب من قدر الرجبيات. وما تنساش تعملنا متابعه وشير على قناتنا، والسلام عليكم.